في واحدة شافت مينون ماسك عود ويرسم على الأرض، قالت له ايش قاعد تسوي؟ قال ارسم قطع من الجنة. قالت له تبيعني قطعة؟ قال اوكي، كم؟ 20 دينار. عطت ال20 ومشت. في المنام جات لها رؤيا ان الله اهداها قطعة من الجنة. قعدت قالت القصة حق زوجها راح يركض حق المينون، شافها ماسك عود نفس الشيء ويرسم. قال ايش قاعد تسوي؟ قال له ارسم قطع من الجنة. قالت تبيعني قطعة؟ قال لا. استغرب الزوج، ليش؟ زوجتي امس جت وبعتها قطعة، ليش انا لا؟ قال له زوجتك كانت تبي تشتري خاطري، اما انت جاي تشتري الجنة، والجنة ما لها ثمن. هذا دليل على ان اعظم عبادة هي جبر الخواطر. اللي يبي يوصل للجنة دايركت خليه يجبر خواطر الناس. وفي مقولة وايد حلوة تقول اللي يشتري خاطرك اشترى الأرض اللي يمشي عليها.